السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد مسا الجميع، إن شاء الله كل أيامكم خير وأفراح يا رب، وكل التوفيق إن شاء الله لجميع منتخباتنا العربية بطولة أفريقيا. وسبق وشرحنا يا إخوان، البطولة هاي بطولة استثنائية، وإن شاء الله اليوم يشرفنا بأداء رائع المنتخب الجزائري اللي تعودنا عليه دائما، أداء رائع. والله يا اخوان، انا بالنسبه لي الجزائر هو الفريق الوحيد العربي، الفريق الجزائري الوحيد العربي المقنعني في البطوله، بغض النظر عن الناس. واليوم في مباراته مع كونغو الديمقراطيه مش والله انا بالنسبه لي على اللي شايفينه، على اللي بنشوفه، فيش فريق سهل، فيش فريق سهل، فيش فريق سهل. بس احنا عارفين شو الجزائر، عارفين شو لعب الجزائر، عارفين انه لما انت تلعب بشغف عشان ترضي جماهيرك وترضي شعبك بدك توكل الملعب. وهذا اللي هذا اللي متوقعينه اليوم من اهلنا واخواننا الجزائريين. عشان بقول انت لانك بتطبل للجزائر، انا بطبل للجزائر، انا بطبل للجزائر، لانه هو الوحيد، الفريق العربي الوحيد اللي فعلا يا اخوان اثبت جدارته في البطوله، اثبت جدارته، اثبت شخصيته، اثبت شخصيه البطل بغض النظر عن نتيجه اليوم. انت اعطيتني شخصيه، اعطيتني شخصيه انه انا شايفك لوين رايح، انا شايفك لوين رايح للفريق الجزائري، انا شايفك لوين رايح. هو الفريق المغربي. اما الافريقيا الثانيه والله ما قنعوني. 90 هي. والله يا اخوان، والله يا اخوان ما اقنعني غير الفريق الجزائري بالبطوله كلها. هي قديش؟ 15. انه فريق الجزائر عارف شو بده، عارف شو بده من البطوله، وعارف انها هاي البطوله استثنائيه، عارفين انه هاي البطوله مش نفس البطولات اللي بقى يلعبوها. وانتم شايفين يا اخوان، شايفين الفروقات. يعني لما تيجي تقول لي، انا ما بقهرني بالمعلقين لما يجي يقول لك ترتيب الفرق، ترتيب الفرق يا اخوان بس تنزل على الملعب تنطفي، بتنمسح باستيكه، بمحاي، بتنمسح بمحاي. انت لما بدك تلعب بشخصيتك وشخصيه البطل بدك تأدي اداء خرافي. انت شفتوا امبارح، شفتوا امبارح 20 اظن. يعني انت لما تلعب شخصية البطل اكيد الشعب بده يكون بظهرك، الناس بتكون بظهرك، انك عارفين انك قاعد تشرفها بلعبك الحلو، اللعب اللي تستمتع به. يعني شفتوا امبارح نيجيريا خلصت المباراة بسرعة. اليوم اشوفوا الكوت ديفوار، اشوف الجزائر، اشوفوا هاي الافريقيا اللي تعطيك شخصية البطل، تعطيك شخصية البطل في المباريات، تعطيك شخصية البطل. اما تيجي تقول لي تمغصني وتركبني الرعب وتركبني كل اشي في بداية المباراة، قديش يعني انت هاي 10، يعني انت راح تسوي كل اشي اليوم. والجزائر ان شاء الله اليوم راح اشوف من بداية المباراة، راح تخلص على المباراة من اول المباراة، ما عشان ما تفوت بحسابيات ثانية، لانها المدير الفني اللي عندهم شايف شو اللي صار، شايف شو اللي صار. بقول لك لا يا عمي، ليش احنا نلعب تحت الضغط؟ احنا مضلنا ضاغطين،
راح تشوف فريق الجزائر وهو الضاغط من بداية المباراة، راح تشوفوه هو الضاغط، انه اعطاك شخصية البطل، اعطاك شو بده في البطولة، اعطاك شو بده في البطولة. وقلنا لكم سبق، قلنا لكم الافريقيا اللي بتلعب مش قليلة، ما تستهينوا باي فريق. احنا ما بنستهين يا عمي، لا بكونغو الديمقراطية ولا بنستهين بحدا، بس عارفين شو الفريق اللي قبالك، عارفين شو ثقتنا بالفريق اللي قبالنا، عارفين شو لعيبة الجزائر، عارفين شو المنتخب الجزائري، عارفين شو بده من البطولة. وكل التوفيق إن شاء الله للمنتخب الجزائري اليوم، وراح تشوفوا أداء مختلف من الأداء اللي شفناه من فريق مصر وفريق تونس. كل الاحترام والتقدير للجميع. إن شاء الله اليوم فرحة جزائرية، لأنه الشعب الجزائري بيستاهل الفرحة. السلام عليكم ورحمة الله.